مسيحي. وما كنيستك؟ آه آه انا عايزك بس تسأل انت وانا اجاوب، ما تسألنيش. أيوة أنا أسألك ما كنيستك؟ لا سيبك من كنيستي، انت جاوب، انت اسألني وانا اجاوبك. لا حول ولا قوة. طيب تمام. أنت لا تريد أن تقول ما هي كنيستك يعني، سيبك صح؟ من كنيستي، انا مستني اسئلتك، انت اسأل حضرتك وانا اجاوبك. طيب نحن سألنا حضرتك دلوقتي إيه هي كنيستك؟ الارثوذكسية. خلاص ما تقول كده من البداية، يعني إيه اللي. تمام يا شيخ. ماشي. السؤال كالتالي: أنتم لماذا غير متفقين على كتاب واحد؟ مين قال كده؟ أنتم قلتم كده، اي كتاب؟ اللي هو الكتاب المقدس بتاعكم. ايه دليلك؟ دليلي أن البروتستانت يؤمنون ب66 سفرا، أنتم الأرثوذكس والكاثوليك تؤمنون ب73 سفرا، الكنيسة الحبشية الأثيوبية تؤمن ب81 سفرا. أي واحد الصح؟ هو عشان نبقى متفقين، في الاسلام شيعة واسلام عادي، سيبك صح من ولا غلط؟ يعني أنت لما أسألك عن دينك تقول لي الإسلام؟ لا أنت لا لا, عاجز، لا انا أنت هجاوبك. عاجز. دقيقة. حتى انا الشيعي، هجاوبك. اسمعني، حتى الشيعي لما تسأله كم عندك سورة في المصحف يقول لك 114. تسأل السني كم عندك سورة في القرآن يقول لك 114. تسأل أي مسلم، طبعا الشيعة ضالين منحرفين أساسا، بس مع ذلك مؤمنون أن المصحف فيه 114 سورة فقط. فيعني الخطة بتاعك فاشلة. تمام. أنا سألتك أنت وعن طوائفكم، كل واحد يؤمن بعدد أسفار في كتابكم. ما أجبت، ما سمعنا جوابا منك. تفضل جاوبني. الأرثوذكس يؤمنون ب73 سفرا، البروتستانت يؤمنون ب66 سفرا، الكنيسة الحبشية الأثيوبية تؤمن ب81 سفرا. أي واحد اللي صح؟ اطلب من حضرتك طلب بس الاول. لما تطلبش جاوب بعدين اطلب. انا هجاوب على السؤال بس طلب بس صغير. لا أنا وقفت الطلبات الجواب من يكون زمان. لا بعد اذنك. لا جاوب. الموتور بتاع الطلبات توقف. لا ده في حدود، عطلان، ده في حدود بس لباقة الحوار، انا عطلان هسيب والله، حضرتك عطلان تكمل. والله. ايوه ايوه. الموتور بتاع الكارجو معطل. تفضل تمام جاوب. ماشي، حضرتك عايز الاجابه؟ عايز الإجابة. هات لي دليل كلامك ده. دليل إيه؟ على إيه دليل على أي كلام كلام؟ حضرتك، دليل الكلام اللي انت بتقوله دوت. بتاع 66 صفر وكذا. كل دوت. حاضر، ولا أبسط. أنت الترجمة اللي بين يديك بتاع الكتاب المقدس إيش اسمها؟ ما اعرفش، انت حضرتك انا قلت لك سالتني سؤال جاوبتك، فبسال ما حضرتك هو سؤال، هات لي الجواب الدليل. أهو الجواب لا هات لي جاي أهو. الدليل. الدليل ده بيبقى الجواب كتابه. جاي يا اتفضل. ابني، اسمع يا ابني، الدليل أهو جاي. ما أنت لو تجاوب إيه الترجمة اللي بين يديك؟ هو حضرتك بس ماسك كتاب ايه؟ هذا الإنجيل ترجمة الفان دايك. لا حضرتك بس امسك الكتاب الانجيل كده باللغه العربيه، حضرتك أيوه عربي. هو باللغة العربية، هذا ما باللغة الفرنسية، هذا باللغة ايوه العربية. ماشي، لا امسكه بالمصري. المصري. اه المصري كده، اللي انا ماشي اتربيت حاضر. عليه او كله اتربى عليه. ماشي تمام، حسمع لك الكتاب المقدس بالمصري. حاضر مج... انت حاضر. ورا حضرتك مكتبه، ما دقيقة تجيب بس. كتاب. حاضر حسن. أنت طلبتها بالمصري صح؟ يا ريتك ما طلبت، بس يلا حاضر. حسمعك نشيد الإنشاد بالمصري الإصحاح 7. تفضل يلا. دقيقة بس، ثواني. يلا حطوا السماعات يا إخواننا. هو عاوز الكتاب بتاعه بالمصري. حاضر حاضر. أنت طلبت حاجة. يلا نسمع الكتاب المقدس. نشيد الإنشاد 7. قد إيه حلوة رجليكي بالنعلين يا بنت النبيل، دواير في خيدك زي الجواهر. هذا سفر نشيد الإنشاد، أكيد تعرفه ولا هو برضه ما تعرفوش بالمصري؟ صنعة إيدين فنان، سرية الكاس متدورة ما ينقصهاش المخلوط، بطنك كومة قمح متصورة بزهور السوسن،
سيدريك ولدين غزالة توأم. ايه رايك بقى في الكتاب المقدس بالمصري يا كرك؟ ولا شو اسمك كرك انت ولا الكوك؟ الكوك. ايه رايك بقى في اسمعك برضو؟ اسمعك كمان؟ حاضر. رقبتك برج من عاج، عينيكي زي البرك في حجبون، عند باب بث ربيم، مناخيرك زي برج لبنان اللي بيبص ناحية دمشق. شفت؟ انا بس لا اريد ان اكمل قله الادب هذه، بس هذا هو كتابك، سفر نشيد الانشاد. اما سؤالك عن الدليل ان البروتستانت يؤمنون ب 66 سفرا، والكاثوليك والارثوذكس يؤمنون ب 73 سفرا، والكنيسه الحبشيه تؤمن ب 81 سفرا. طبعا بغض النظر ان هذا السؤال يعني كارثي جدا، لان اي كاهن لو تروح للاب الاعتراف بتاعك قل له يا ابونا احنا الارثوذكس بنؤمن بكم سفر؟ هيقول لك يا ابني نحن بنؤمن ب 73 سفرا. اذهب الى اي قسيس بروتستانتي قل له نحن انتم البروتستانت بتؤمنون بكم سفر؟ يقول لك نحن بنؤمن ب 66 سفرا. ولو سالت البروتستانتي طيب والاسفار السبعه الاخرى التي يؤمن بها الارثوذكس لماذا لا تؤمنون بها يا بروتستانت؟ يقول لك هذه اسمها اسفار ابوكريفه، والتي يسميها الارثوذكس الكاثوليك الاسفار القانونيه الثانيه. البروتستانت يسمونها الاسفار الابوكريفه، ابوكريفه يعني منحوله مكذوبه. لدرجه ان افتح مثلا هذه ترجمه الفان دايك، هذه ترجمه بروتستانتيه الذي في داخلها 66 سفرا فقط. لكن لو فتحت مثلا هذه النسخه الخضراء، هذه نسخه كاثوليكيه، هذه نسخه كاثوليكيه ستجد فيها 73 سفرا. اذهب الى تراجم الاحباش ستجد 81 سفرا. تراجمكم هذه معلومه معروفه يا كوك. لكن انتم الكنيسه غيبت عقولكم، القساوسه ضحكوا عليكم، القساوسه طلسموا عقولكم تماما، غيبوا عليكم هذه الامور. يعني القساوسه من كثر ما هم خادعينكم انت مسمي نفسك كوك. في انسان عاقل يسمي نفسه كوك؟ ما هي خلاص الكنيسه مطلسمه عقولكم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهديكم وأن يفتح عقولكم وأن يشرح صدوركم للإسلام الحق، العقيدة الصافية. والله يكوك إنكم أنتم تعيشون في عقيدة ضلال، شرك وانحراف، لا كتاب فيه سند، وكتاب مليان أخطاء وتناقضات وأخطاء تاريخية وأخطاء جغرافية وأخطاء حسابية، وعقيدة أساسها شرك، ثالوث آب وابن وروح قدس. أنتم عقيدة من الآخر متقربعة من جميع النواحي. هذه هي عقيدتكم باختصار. لا كتاب مستقيم ولا عقيدة مستقيمة ولا أخلاق مستقيمة. يعني كتابكم لا نجح من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الحسابية ولا من الناحية الجغرافية. من جميع النواحي الحكاية متقربعة من الجهات الأربعة. شكرا لك على هذا الحوار. شوفوا نصراني آخر هو أصلا ما عادش فتح الصوت أساسا، مش عارف تم ولا معنا، بعثنا له الصوت